ازاي تعملي حواوشي الفراخ ويطلع احسن من المحلات بمكونات سهله جدا وبسيطه؟ تعالي نشوف هنعمله ازاي. معايا فلفل اخضر بقى وحامي، ومعايا بصل، ومعايا بقدونس هنضربه كده في الكبه ننعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا هنا بواقي البانيه. بواقي البانيه انا عامله لكم بيها فيديوهات كتيره، ودي ب 30 جنيه الكيلو. بعد كده اما ضربت بواقي البانيه نزلت عليهم بدهن مبشور، بيبقى هدوش على بيت دهن من على بيت الكلاوي او منديل اللي هو الطرب ده، بتحطيه بيبقى تحفة جدا. هتحطي بقى البهارات بتاعتك، بهارات حواوشي، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، بشرة جوز الطيب. وبعد ما ضربتهم ضربة تانية ونعمتهم حطيت عليهم ميكس جبن الحمد. وبعد كده جبنا بقى العيش البلدي بتاعنا، وحطيت بقى حطي الكمية اللي انت عايزاها. دهنته كده زيت من بره، وده دهن مبشور برضو اللي انا قلته لكم، دهن من على بيت الكلاوي والمنديل. حطيت كده العيش بتاعي وحطيته في الفرن وطلع بالشكل ده. ما تنسوش تحطوا ب20 جنيه بس طحينه هتعملي منها 2 كيلو. ما شاء الله شايفينها عامله ازاي. وهنحط شويه زيت بس عشان الوش. يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه هجيب طاسه كده وهحط فيها 4 معالق من الدقيق وملح مبهر و7 بهارات وكمون لو عندك وفلفل اسمر، وتشوحيهم كده على النار لحد ما تشم ريحه الدقيق. بعد كده هجيب ب20 جنيه طحينه واحط عليه ملح وخل. دي اول خطوة معايا بعد ما حمصنا الدقيق بالشكل ده. ما شاء الله خلاص لونها فتحها. حطيت عليها معلقة شطة. جبت بقى الدقيق وسخنت مية. ده الدقيق لوحده المبهر اللي احنا حطينا عليه البهارات. وبعد ما حطيته عليه المية السخنة، رحت بقى حطها على الطحينة وبدأت بقى اخففها بمية سخنة زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله حلوة جدا. يلا بينا نحط في البطرمانات. البطرمانات طبعا معقمة، تنفع بقى لسلطة مشويات، تنفع لبابا غنوج، للفول في سحور رمضان، لكل حاجة. ما تنسيش تحط اللايك وتشترك في كل سنة وانتم طيبين. طبعا السحور ما بيحلاش غير بكوباية الزبادي. يلا بينا نعمل زبادي بيتي. هتجيبي لبن كده يكون دسم. انا جبت معايا هنا كيلو. وبعد كده هرفعه على النار يغلي معايا. وبعد ما يغلي معايا هروح سايباه يبرد يبقى عامل زي دمعة البيبي. هنجيب معلقتين سكر وعلبة زبادي بلدي اي نوع انت تحبيه. خدت كده نصها وهضربهم كده مع السكر وانزل عليهم باللبن اللي عامل زي رضعة البيبي. هكون في الوقت ده بقى محضرة كوباياتي، واروح بقى صباها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واغلي ميه تكون بتغلي قوي. وبعد كده هتصبها في الصينيه اللي فيها الكوبايات نصها، واغطيها بكيس تلاجة وعليها فوطه، وادخلها الفرن يكون والع من قبلها يسخن. تروحي طافيه عليه وتروحي مدخلها صينيه الزبادي. ما تفتحيش عليها غير تاني يوم. وما شاء الله طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احسبي بقى العلبه ب6 جنيه ونص. احسبي انت وفرتي قد ايه، وحاجه نظيفه وما شاء الله حلوه قوي. يلا نعمل خلطه الحمام الكداب بالفريك. حطيت كده حته زبده من اللي احنا كنا عاملينها، ونزلت بالقوانص والكبده بتاعه الحمام الكداب وبصلتين. وكمان الفريك كنت نقعاه في ميه سخنه وفلفل اسمر وكمون 7 بهارات، وحطيت عليه نص كوبايه ميه وسبته يستوي 3/4 سوا. جبت بقى الحمام الكداب، وهنا معايا حماميه هحشيها من تحت الجلد كده. خليت الجلد ما بين الجلد وما بين اللحم، وحشيتها من جوه وكتفتها زي ما انتم شايفين. هنعمل بقى الخلطه للحمام الكداب. بصلايه وعليهم بهارات وفص ثوم. وبعد كده هتبله واحشيه بقى بالفريك. حشيت كده الدبوسه والحته اللي بره اللي هي الصفحه بتاعت الورك. وهقفلها بخله سنان زي ما انتم شايفين كده عشان تاخد شكل الحمام الكداب. قفلت كده كله بخله. وبعد كده هنا هسلق الحماميه. وهنا بقى هعمل الحمام الكداب. حطيت بصل وطماطم وفلفل. حطيت بصل وطماطم وفلفل اسود و7 بهارات ودخلتهم الفرن. وعملت جنبهم محشي. والحماميه حمرتها في الزيت. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه. روتيني يوم ما بذبح الفراخ معايا ما شاء الله 5 فرخات. دلوقتي بقى هعلمك ازاي تخلي البانيه وتعملي بانيه في البيت تبقي زي المحترفين بالظبط. جبت كده اول حاجه بقسم الفرخه على 4، وبعد كده بخلي الصدر زي ما انتم شايفينه. دي اول طريقه، وانا بصراحه ما بفضلهاش. انا بفضل الطريقه التانية اللي هتجيلكم دلوقتي. بعد كده بروح قطعه الاجنحه مع الرقبه. ده بيبقى وجبه ما شاء الله. بخلي هنا الوراك. بقطع الوركين على 2 طبعا زي ما انت عايزه. وهنا دي الطريقه التانية. بروح كده اسمى الجناحين من النص كده من الظهر. وبعد كده العظمه اللي تحت بروح يا دوبك بس عاملاها بالسكينه حته كده صغيره. افتحها حته صغيره. وبعد كده بفتحها بايدي. وزي ما انتم شايفين كده بقطع البانيه. لازم البانيه معاكي يكون ساقع متلج علشان تعرفي تطلعي الشرايح زي ما انت عايزه. بس انا هنا كنت مستعجله وما شاء الله. هنا بقى قسمتها الوجبات. عملت كبد وقوانص وزي ما انتم شايفين. ما تنسوش تعالى اقول لك على طريقه
كفتة فراخ حلوة جدا. وكمان هنعمل الصوبيا، هتجيبي فلفل الوان وعليهم بقدونس وعليهم بصلايه ودهن من على بيت الكلاوي، بيخلي الكفته طعمها حلو قوي. هتضربي كله في الكبه، وبعد كده هتضربي الفراخ، وبعد كده هتنزلي ببهارات فلفل اسمر كمون بهارات كفته، وهتجيبي عليهم معلقه صغيره من بيكنج باودر علشان تبقى هشه معاكي من جوه. هنجيب شويه زيت وهنحط فيهم معلقه صلصه علشان الكفته تاخد لون كده ويبقى شكلها حلو جدا وطعمها تبقى حكايه. هتصبعيها زي ما انت تحبي. بعد كده نعمل فرشه الكفته، حطيت بصل وحطيت عليه شويه بهارات وحطيت فلفل وكمان طماطم شرايح، وهرص الكفته وادخلها في الفرن. يلا بينا نعمل بقى الصوبيا. كيس صوبيا هنعمل معاهم غليت اللبن، كيلو لبن غليته، بعد كده نزلت بالصوبيا في الخلاط. نعمل بقى الرز البسمتي، توابل الرز البسمتي ليمونه لومي فلفل اسمر كمون بابريكا. وده كان فطارنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناه. بسكوت النشادر بسكوت العيد، هتجيبي 2 كيلو دقيق وعليهم كيس كوكس من الكاستر الفانيليا وعليهم كيس بيكنج باودر 18 جرام. بعد كده هتجيبي كوبايتين سمنه من الكوب المعياري 250 جرام و6 بيضات، وتضربي كله مع بعضه، وكوبايتين سكر بودره وعليهم نص كوبايه زيت وعليهم فانيليا وعليهم كمان اسانس برتقان وكوبايه برتقان. هتحطي عليها معلقه كبيره من النشادر وتقلبيها كده، وبشر برتقان معلقه صغيره، وهتحطي ال2 كيلو دي كلهم على الخليط وتعجني بالطريقه اللي انتوا شايفين. يا دوبك البسكوت بس يتلم معاكي او الدقيق يختفي وخلاص. هنا عملناه ما شاء الله، شكلته دخلته بقى الفرن، وهنا برضو بشكل معاكم ساق تاني دخلته على الفرن في النص، وبعد كده اما استوى من تحت رحت مشغله له الشوايه. وده كان بسكوت العيد ما شاء الله. ما تشتروهوش ب 150 جنيه ولا 160 جنيه، واعمليه في البيت مع احلى كوبايه شاي. ما تنسوش تحطوا لايك. مع السلامه. 66 جنيه القطعه الواحده. تعالوا احنا بقى نعملها احلى صينيه مكرونه بشاميل. هنسلق اول حاجه المكرونه زي ما احنا عارفين، وبعد كده هنعصج اللحمه. بحط البصل الاول يتشوح، وبعد كده بنزل عليه باللحمه فلفل اسمر كمون 7 بهارات وعليهم معلقتين من الصلصه، بتبقى حلوه جدا. وهسيبها تشرب الصلصه. ويلا بينا نعمل البشاميل. 3 معالق من السمنه وحطيت عليهم شويه زيت، و3 معالق ونص من الدقيق كبار هرميين. بعد كده يتحمصوا. هنزل عليهم بكوبايتين ميه ونص كيلو دقيق ومكعبين ماجي وفلفل اسمر وكمون و7 بهارات. وبعد كده البشاميل معاكي بيبقى مظبوط جدا. جبت بقى الصينيه، حطيت شويه بشاميل في الارضيه بتاعت الصينيه، وبعد كده المكرونه كلها غلفتها بالبشاميل ونزلت عليها باللحمه المفرومه، وبعد كده بالرق المكرونه التاني وبالطين على الوش كده. هضربهم مع شويه بشاميل، وبالطريقه اللي انتوا شايفينها دي دخلناها الفرن وطلعت عظمه. عملت كله في حله واحده. خليكي ست بيت ووفري وتبقي شاطره. دي ما تنسيش احسن تحطي طريقه اللايك يا تعملي قمر. بيها مع الفراخ المحشيه، اول حاجه هتجيبي شويه زيت وعليهم الكبد والقوانص بتاعه الفراخ وبصلايه وفلفل اسمر وكمون و7 بهارات وعليهم الرز، وتشوحيهم كويس جدا، وتنزلي عليهم بشويه ميه يستوي 3/4 سوا. بعد كده ما استوى كده معايا، يلا بينا بقى نحشي الفراخ. دي فراخ بلدي. الاول حاجه كده هروح حشيها من جوه، وبعد كده هحشيها من الزور. ما بحشيهاش من تحت الجلد عشان ما تفرقعش مني. وكمان دي فراخ صغيره يعني مش هتاخد سوا، لازم نكون مسويين الفريك او الرز اللي انت هتحشي بيه. بعد ما خلصت حشو كده رحت غاليه ميه وعليهم بصلايه ورقتين لورا وفلفل اسمر وكمون، وسقطت الفراخ بحطها على الظهر، ما بحطهاش على الوش علشان ما تفرقعش. حطيت فلفل اسمر كمون 7 بهارات وهسيبها تستوي. يلا بينا بقى نقليها. زي ما انتوا شايفين كده سخنت الزيت وحطيت بقى الفراخ اتحمرت من الوش. زي ما شاء الله احلى طريقه فراخ ممكن تعمليها، وحشوه سهله جدا وبسيطه ومن غير ما تحطي صويا صوص على الرز. وما تنسيش تحط اللايك. ومع السلامه. تعالي نوفر ونعمل احلى فتة شاورما في البيت. كوبايه زبادي عليهم شويه زيت وعليهم كاتشب ومايونيز ومعلقه خل ودبس رمان وصويا صوص وصوص باربيكيو ونص ليمونه، وهتحطي بهارات شاورما، وبعد كده فلفل اسمر كمون 7 بهارات، وهتحطي فصين توم وتنزلي الشاورما وتسيبيها ليله في التلاجة. بعد كده هنعمل صوص الطوميه. هنجيب كوبايه ميه عليهم معلقه نشا، نضربهم كده لحد ما يتقلوا، وبعد كده نقلي العيش في الزيت. بعد ما قليناه نعمل الطوميه. تجيبي كوبايه زيت معلقه مايونيز كاتشب، هتروحي حاطه عليهم شويه خل وفصين توم وشويه زيت، وتطلع بالقوام ده. الشاورما بقى على نار عاليه، وتروحي منزله الشاورما كده في حاجه كبيره تسيبيها تتشوح. بعد كده تحطيها في الفرن تشغلي لها شوايه والفرن. نعمل بقى الرز. هنجيب بصلايه وفلفل اسمر وكمون وبهارات الرز البسمتي، وبعد كده هنحط له الميه. نيجي نعمل بقى كريب شاورما، حاجه كده حلوه جدا. حطينا فتة شاورما وصوص طوميه، وبعد كده حطينا شويه زيت، وطلعت بالطريقه دي. يا رب تكون عجبتكم.
هتعملي احلى طاجن عنب، ورق عنب ببديل الكوارع. ده العصب بعد ما غسلته هحط عليه ورقتين لورا وكمان بصلايه متوسطه، واحط عليه فلفل اسمر كمون 7 بهارات، واروح حاطه عليه معلقه سكر كبيره واشوحه. وبعد ما يتشوح انزل عليه بميه سخنه واسيبه على نار هاديه. هنا كنت بعمل التسبيكه، عملتها معاكم كتير، خلطه المحشي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. سلقت الورق العنب بشويه ميه وعليهم شويه ملح. وهنا الفرشه بتاعت الطاجن الورق العنب، جزر، وحطيت كمان معاها شويه من الخضره، وممكن تحطي بصل وفلفل بيخلي الطاجن في حته تانية خالص. بعد هنا ما لفيت الورق العنب كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والعصب ما شاء الله كان داب يا جماعه جدا. تعالوا بقى نعمل الطشه بتاعت الكوارع او بديل الكوارع. شويه زيت على سمنه، شويه توم، عليهم شويه كزبره ناشفه وحمرتهم، ورحت حاطه عليهم شويه خل والطماطم. وهنا بقى الورق العنب سقيته برضو بشوربه بديل الكوارع اللي هو العصب. وبعد كده حطيت الكوارع على الوش، وكان بالنتيجه